عشاق الطاكوس، هاد الوصفه ديالكم وجدتو معكم اليوم بطريقه اللي سهله بمراحل اللي هي بسيطه كيجي بها بنين ما تشبعوش منه. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نوجدها هي لي فريت. عندي هنايا بطاطا اللي قشرتها ومن بعد قطعتها على هذا الشكل، وغادي نغسلها مزيان حتى كتحيد لنا ديك النشا، ونديرها في هاد الكاسرونه ونزيد ليها غير الماء من الروبيني. من بعد غنزيد ليها شويه ديال الملحه ونحطها على نار متوسطه حتى كتطلع فيها الغليه. من بعد نصفيها ونخليها تنشف وعاد نقليها ان شاء الله. من بعد ناخذ واحد المقيله غندير فيها شويه ديال الزيت الروميه، وغنزيد ليها جوج بصلات اللي شلطتهم هكا رقاق، ونحط على نار متوسطه ونبقى نحركها هكا حتى كتدبل ليا شويه هاد البصله. عاد كنزيد ليه هنايا 500 غرام ديال الكميه كتبقى لكم اختياريه على حساب الطاكوسات اللي بغيتو ديروا، وتقدروا تعوضوا الكفته بلا داند اولا بالدجاج حتى هو كيجي زوين. صافي كما لاحظتوا معايا هنايا بديت كنفرتت في هذيك الكفته مزيان حتى كتفرتت ليا. وغنبدا نزيد هنايا التوابل. غادي ندير هنا شويه ديال الملح، وغندير هنا شويه ديال بودره الثوم، شويه ديال الخرقوم، شويه السكنجبير، وغنزيد هنا البابريكا اولا التحميره، ونزيد شويه البزار. صافي هادشي اللي غادي نستعمل في التوابل. الا بغيتو تعوضوها بالتوابل ديال الشاورما اولا التوابل ديال الشواء كيبقى لكم الاختيار. الا ما عندكمش بودره الثوم عوضوها بالثوم طري، حكوه في الاول مع البصله وشحروها مزيان مع البصله عاد ضيفوا الكفته. صافي هنايا شحرت الكفته ديالي مع البصله حتى نشفات ليا تماما من الماء، وطفيت عليها النار. هنايا اللي فخيت ديالي ها هما كنقلي فيهم كيجيو مقرمشين بهذه الطريقه. ملي كدير لهم هذيك نص سلقه كيجيو مقرمشين وكيجيو لذاذ. صافي هنايا من بعد كنحتاج الخبز ديال الطاكوس او الخبز ديال الطورطيه، هذا خديته جاهز صراحه. من بعد غنستعمل هذا الجبن الخاص بالساندويتش، وغنستعمل صوص اندلس. كنأكد على البنات ديروا صوص اندلس كيجي بها طاكوس بنين بحال اللي كناخذوا من الزنقه تماما. اما صوص الجيريان صراحه ما كتعطيش مذاق زوين للطاكوس وكيجي شويه مذاقه ماشي حتى لهيه بالنسبه لي انا. جربوا هذا الصوص اندلس وردوا عليا الخبر. صافي هنايا غنبدا نقاد في الطاكوس ديالي. كناخذ واحد الخبزه كندهنها بصوص اندلس، من بعد كنزيد جوج مربعات ديال الجبن، وغنزيد الكفته اللي شحرت معاكم مع البصله. كما قلت لكم تقدروا تعوضوها بلا داند اولا بالدجاج. صافي وزدت لي فخيت وزدت شويه لاصوص وسديتها بطريقه اللي سهله، الطريقه المعتمده اللي كنديروا في الطاكوس. كنسدو جنب على جنب، من بعد كنضغطوا على الجوانب اللي في القناه وكنسدو عليهم. الطريقه اللي هي سهله. انايا عاودت تحضرت معكم واحده اخرى باش تشوفوا الطريقه. تقدروا ديروهم هكا مربعين ولا مثلثين، كيبقى لكم داك الشيء اختياري. هنايا انا صورت معكم غير زوج، ولكن راه درت تقريبا شي 7 اللي خرجت ليا 500 غرام ديال الكفته. صافي هنايا غادي نبريسيهم هنايا في اله ديال البانيني. هنا فرشت ليها ورق الطهيره باش نحافظ عليها وصافي. الا ما عندكمش الاله ديال البانيني ممكن ديروهم غير في المقله، دهنوا المقيله ديالكم شويه الزيت وتحمروهم تما مزيان. صافي تيكون هذا هو الشكل النهائي ديال وجبه اليوم اولا شهيوه اليوم. صراحه هاد الطاكوس جا بنين ما تشبعوش منه نهائيا. قدمته هنايا مع مشروب غازي ولي فريت وشويه ديال صوص اندلس كذلك. كنتمنى تجربوه بالصحه والراحه، وما تنساوش ليا لايك.